قصة عن شاب مصري مكافح اسمه أحمد. أحمد كان شاب طموح من عيلة بسيطة في الصعيد، حلمه كان دايماً يكون له مستقبل أفضل. بعد ما خلص دراسته قرر يشتغل في أي حاجة عشان يجمع فلوس ويسافر يشوف الدنيا. اشتغل في محلات كتير وكافح ليل نهار لحد ما قدر يجمع كفاية فلوس يسافر بيها. سافر أحمد لإيطاليا وهناك اشتغل في مطعم صغير. كان بيحلم إنه يوم ما يفتح مطعم مصري يعرف الناس هناك على الأكل المصري الأصيل. في يوم من الأيام وهو بيتمشى في شوارع روما شاف قصر عتيق مجهور. القصر كان مهجور بقاله سنين بس كان فيه سحر خاص. أحمد حس إن القصر ده ممكن يكون المكان المثالي لمطعمه. بدأ يخطط ويحلم باليوم اللي يقدر يشتري القصر ويحوله لمطعم. بس طبعاً الحلم ده كان صعب، القصر كان غالي جداً وكمان كان فيه مشاكل قانونية كتير. أحمد ما استسلمش، قرر يكافح ويجمع فلوس أكتر. بدأ يشتغل في أكتر من شغلانة وكل يوم بيحلم بالقصر. مرت الأيام والسنين وأحمد قدر يجمع فلوس كفاية. بس لما راح يشتري القصر لقى إن فيه ناس تانية عايزين يشتروه ويحولوه الفندق. أحمد حس إن حلمه هيضيع من إيده، بس هو ما كانش النوع اللي يستسلم بسهولة. قرر يقابل صاحب القصر ويحكي له عن حلمه. صاحب القصر اتأثر بقصة أحمد وقرر يبيعه القصر بسعر أقل، بشرط إن أحمد يحافظ على تاريخ القصر ويعرضه للزوار. أحمد وافق، وبعد فترة قصيرة فتح مطعمه اللي كان بيحلم بيه. المطعم نجح نجاح كبير وبقى معروف بين الناس والسياح، وبكده أحمد حقق حلمه وكمان حافظ على تاريخ القصر. قصته بقت مصدر إلهام لكل الناس اللي بتحلم وبتكافح عشان تحقق أحلامها. والأهم من ده كله إنه عارف يجمع بين حبه لبلده وثقافته وبين حلمه الكبير في الغربة. وأحمد اللي كان دلوقتي صاحب أشهر مطعم مصري في روما منسيش أصوله ولا جذوره. كان دايماً بيحكي لزباينه عن قصة القصر وعن تاريخه العريق وكيف إنه حول الحلم لحقيقة. وكان كمان بيعمل أيام خاصة في المطعم بيقدم فيها الأكل مجاناً للمحتاجين عشان يفكر نفسه دايماً بأيام الكفاح اللي عاشها. مع الوقت بقى القصر مش بس مطعم، ده كمان بقى مركز ثقافي. أحمد فتح باب القصر للفنانين والموسيقيين المصريين اللي عايشين في إيطاليا، وبقى بيعمل حفلات وأمسيات ثقافية بيعرض فيها الفن والموسيقى المصرية. القصر بقى جسر بين الثقافتين وبقى مكان بيجمع الناس من كل الجنسيات. وفي يوم من الأيام جه زبون للمطعم، وكان الزبون ده مخرج سينمائي معروف. الزبون اتأثر بقصة أحمد وبالقصر وقرر يعمل فيلم عن حياة أحمد وكفاحه. الفيلم ده حقق نجاح كبير وانتشر في كل العالم، وأحمد بقى مشهور أكتر وأكتر. أحمد منسيش بلده مصر وقرر يستغل شهرته في حاجة مفيدة. بدأ يعمل مشاريع خيرية في مصر وبنى مدارس ومستشفيات، وكمان قرر يفتح فروع لمطعمه في مصر عشان يقدم فرص عمل للشباب المصري. قصة أحمد بقت مثال للنجاح والإصرار وبقت بتتحكى في كل مكان. وأحمد اللي كان مجرد شاب مكافح من الصعيد بقى رمز للأمل والتغيير. والأهم من ده كله إنه عرف يحقق حلمه ويساعد غيره في نفس الوقت. وبكده أحمد بقى مش بس صاحب مطعم، ده كمان بقى بطل قصة حقيقية للكفاح والنجاح.